ما كانش ينفع ارجع من دبي من غير ما يكون معايا دول. اكتشفناهم في اخر يوم لينا هناك في سوبر ماركت، يعني ولا على البال ولا على الخاطر. انا ما بعرفش اقرا اسمه. شوي ماشي. انا معدي من جنب الثلاجه بتاعه المجمدات طبعا، يعني اكيد مش هشتري حاجه مجمده يعني واحنا في دبي، فلقيت كلمه بولدك كده كبيره، واكتشفت ان بولدك عاملين دامبلينجز بطعمين، بولدك دامبلينجز كيمتشي، والتاني هوت تشيكن فليفر رامن او الاوريجينال اللي احنا بنموت فيه، بس بقى المره دي مكتوب عليه فايري سبايسي. لقينا مكتوب عليه نيو، فطبعا لازم نكون اول ناس تجربوه. يلا بينا. لا طبعا مش يلا بينا. الحلقه دي مش هيكون فيها الاتنين دول بس، وانا لازم اعلي على مسعود وما خليش الموضوع يفضل كده. الحلقه دي حلقه بولدك وحاجات جديده بس، فانا معايا بولدك كاربونارا، بس المره دي توبوكي. كنا زعلانين جدا ان بولدك خلصت او جربنا كل النودلز بتاعتها. على قد ما انا مبسوطه ان انا هجرب الكيمشي، بس على قد ان انا متضايقه عشان غالبا يعني ده كده اخر نوع من بولدك احنا بنجربه، بس طلع في حاجات زياده وبولدك لا ينتهي. انا سعيده جدا. يلا بينا. يلا بينا. ما ينفعش نعمل الدامبلينج كده عادي في طاسه عاديه، بس والله لا، دي جايبينها قبل ما نعرف ان في دامبلينج عشان ما اتعوقش قوي كده واقول ان انا جايباها مخصوص عشان الدامبلينج، لان الدامبلينج احنا جايبينها قبل ما نسافر بساعتين تقريبا. يعني في خدنا اخر الدامبلينج وطلعنا على الطياره. بالظبط، حطيتها في شنطه داوود. فاحنا جبنا ده. عايزه بقى اوريكم ايه ده. للوهله الاولى تحسوا ان هي طاسه عاديه، بس لا، دي طاسه وفي نفس الوقت ستيمر. يعني هنا بنقدر نطبخ فيها ممكن نودلز، شوربه، اي حاجه، بس حاجات تكون سريعه يعني مش نطبخ وفي نفس الوقت ستيمر. بصوا دي اهي، هنحطها كده وتحطوا الحاجات اللي عايزين تعملوا لها ستيم، والميه تحت. حط دي كده والغطا بتاعها. انت ما ركبتهاش ليه؟ ما بتفكش، عايزه نفك. فوقيها اهو. في حاجه مهمه جدا ما قلتهاش. ايه هي؟ ان هي اصلا بتشتغل بالكهرباء. ايوه بتشتغل بالكهرباء. يعني دي مش محتاجه تتحط على البوتاجاز، هي بوتاجاز كده في نفسها. اهو، ما لو طالعه بالسلك تبقى بالكهرباء. اصلا دي اغرب فيشه شفتها في حياتي. الفيشه بتاعتها غريبه قوي. بص عامله ازاي. الفيشه بتاعتها بتتركب كده هنا، وبعدين بقى تتحط في الكهرباء، والغطا بتاعها ركب اهو. حطها كده وبقت جاهزه ان هي تشتغل. فيها درجتين حراره. بس في حاجه مهمه جدا احنا ما سالناش عليها، وهنحاول بقى نفك اللوغاريتمات الصينيه دي عشان نعرف هي دي بتتغسل ازاي. صح. فلو حد يعرف تتغسل ازاي قولوا لنا، بس غالبا هنكون غسلناها قبل ما انتوا تردوا. إيه هل بتتمسح؟ دي بتتشال مثلا؟ لا ما بتتشالش اعتقد. لا بوظها بس لا بوظها. هي هنا تحسوها كده ايه زي تيفال يعني، فيها هنا 2 ستيجز بس مكتوبين بالصيني. هو عامة ده سوبر ماركت اصلا صيني بس موجود في البرشا كده. في حاجات صيني بس احنا جبنا منه دي، وجبنا منه حاجات تانية بس هنوريها لكم في فيديو تاني لوحدها. نروح بقى للدمبلينجز. يلا بينا. ايه الريحة دي؟ حسيها